طيب دي البطوطه ودي البسكوته ودي المشكله بقى ان الاغرب من اسماء الحاجات دي هي طعمها. يعني عندك مثلا البسكوته دي عباره عن رز بلبن عليه شويه حبشتكنات، نوتيلا ومكسرات واوريو ولوتس وفاكهه، بس التويستايه بقى ان بدل الاطباق فهي محطوطه في بسكوته، فانت تضربها كلها كده على بعضها. ما هي من كتر حلاوتها كلت نفسها. فالرز بلبن بتاع زين اصلا طعمه جامد جدا، مع تاتش بقى الحبشتكنات اللي على الوش وقطمه البسكوته اللي طعمها زي الطرف، فانت هتاخد تجربه جامده رايقه عايقه مش متضايقه. يعني البلوتس كانت اكتر واحده لايقه على الميكس ده كله، بس البلوريا والمكسرات تضربهم لو انت عايز تدلع كرشك من الاخر. اما بقى البطوطه فدي حوار. يعني في الاول تفتكرها مولتن كيك في نفسها، بس المفاجاه بقى ان دي طلعت بطاطا معموله بالكريمه في الفرن، وبيتحط عليها على الوش بقى يا نوتيلا يا لوتس. فاللي باللوتس كان طعمها عادي جدا الصراحه، بس اللي بالنوتيلا لما حطيت عليها ايس كريم ومكسرات خدت في لحظتها تقييم سرقه قلبي جامده جدا هناك. اخر اختراع بقى غريب عجيب مريب من عندهم هو الدفايه، وده ميكس كسكسي بالسكر على بليله بالمكسرات. فالاختراعات في العموم كانت جديده وعرايق جدا، وبالذات البطوطه رشحها جدا من زين، وانا جربت فرعهم اللي في محطه الرمل على البحر قدام مسجد القائد